لا لك يا زناتي، شيل الهم في دماغ امه. يا اخويا يا عم عندك خذها وشك. الغريبة ما تقولش سرحة في الدورة تقولش الا بالله. الغرابة اقول له ايش؟ ما يهيش يغرب ايش؟ ما يهيش يغرب ايش؟ ما يهيش. والله يا اخوي حتى ام اسماعيل يلا شغل المزاع اللي فات. بص وش دي امها من والله يا الخميره من البيت يا راجل. والله يا اخويا يا ابو الفهد الغراب واقف على الكون ما تخش اللحظة هاي. الغريبة اقول له يغرب ايش؟ ما يهيش يغرب ايش؟ ما يهيش. يغرب يا اخويا لا شيل الزرع يا راجل. يا اخويا جبت يا اخويا الزرع رجل معايا يا غدا. يا جدع انا كنت جبت كراريت العيال ودفت العلو من تاج جراتيس من تاج جراتيس وحط على الكوز والغراب واقف في السكوت اللي بهاي واقف على الكوز. طب علق يا ابوي ده ناس على البهايم. يا ابو الفهد وعلى كده العين نجحوا. والله ما نجحوا يا ابو الفهد يا ابو والله ما نجحوا. سقطوا كلها. سقطوا كل كوبس والدورة جاب حكاية جاب كوالع. ابعد عليه معلش يا اخوي بالاخر يا ابو فهد. يا ابوي قلت له يا ولد قال ابعد على الكوالع. يا ابو الفارس البانة والعيال يا اخويا قال له خد الجراتيس يابا. خدت الدفاتر خدت الجراتيس عملتها جراريس. يا وصار الدرع. يا راجل ام اسماعيل وش دي ام انت خمر. قلت يا شرب من الزرع يا راجل. يا ابو الفارس ابو البدر حط لنا اشترك ولا عشان نقعد عليها احنا رجل يعني عشان حسيت به. عشان اخويا الغرابه قلت اللي عامله وش يعني العيال سقطوا وساب الدرع. ايوه والمصحف يا ابو البدر والغرابه اقول له ايش؟ ما ايش يغرب ايش؟ ما ايش. يا اخويا رحت لك واد ابو فارس بطبله وزماره والله لو عملت لهم مولد لو جبت لهم عملوا وشعريه والله والواحد حفليش. والله يا اخويا ابو فارس جيت من قيمة اسبوع. ام اسماعيل تتكلم اسمعوها. من قيمة اسبوع وخد العيال وراحوا جابوا البهايم من الزريبة. البهيمة طبت الدورة كسرت الدورة وعلي طلب ابو اسماعيل كان حارف ما يبيعتني في البيت. يا اخويا السمع ده ما في البيت. يا اخويا والنبي تبص له وش سمعت ما يباتش في البيت. ده انت وشك يا شيخ يقطع الخليل ليه بس يا ابو اسماعيل؟ يا ابو والله العظيم يا حاج عنتر المحصول دي كان سنته اساسا. يا اخويا يا ابو البدر هلعكوا دين ام البهايم ولا يا عم احنا مش طالبناك لا علي الطلب ما احنا سلمنا يا ودين دين الاراضي يا راجل. دين الاراضي هنعملها بس سوي البانك يا اخوي. سوي البانك علي الدلقة جننا على الولاد. سوي البانك. شوف انت عشرة ولا يا راجل. يا راجل سوي البان. سوي البلك ابو الفارس حاج عنتر. هم كانوا قصبتين الورش كله. خدنا احنا قصبه ونص زرعناه. وكتبوا نص تانيين وخد الدفاتر بتاع العيال كلها برضه وعملها جراتيس عسل. اعتدى علي الشباب ما في تعليم خالص في حكومة الجمهورية. يقول له فين المحصول؟ والله اشتكت يا ابو فارس. خدت السكرتير اللي طالع اهو. قهوي. قلت له وديتهم قهوه ليه؟ قال لي عشان اشرب معاك. واقول له يا اخويا حط لنا شويه لحم بدل الكوالع. استفيدوا من الكوالع والذره. اتكلوا الذره. العيال قالوا لي يا ابوي قلت يا ولد قلبوا على اكثر. اقول يا اخويا الذره بنستفيدوا منه. جيب وشك انت هو. اجلب وشك يا الكيلو ب 30 اجلب وشك يا يا ابو الباب. افصل يا بريد. ودي كانت نهاية قصة كوالح والبرايدة.